السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتير مننا بيصلي وبيحب الصلاة جدا، وأول ما يسمع الأذان تلقي الواحدة ما شاء الله قامت تجري علشان تصلي. لكن للأسف كتير برضو بيعملوا أخطاء جوه الصلاة وهم ما يعرفوش إن الأخطاء دي إما تبطل الصلاة أصلا، يعني يجب إن انت تعيدي الصلاة تاني، يعني كأنك خرجتي من الصلاة، وإما فيها كراهية وفيها نهي عن هذه الأفعال، فكده بتقللي من درجات الصلاة أو من أجر الصلاة. تعالي أقولك على 5 أخطاء بيفعلها الناس وهم مش واخدين بالهم. أول حاجة كده رقم 1: الالتفات الكثير في الصلاة. ناس كتير طول ما هي واقفه تبص تلاقيها بتبص يمين وتبص شمال حتى لو بعينيها. طبعا في ناس بتحرك راسها اصلا، بتحركهم يمين وشمال كده، وفي ناس بعينيها بتفضل تلتفت كده تلتفت كده. بنتها داخله من الباب فتبص عليها، ابنها مشى من قدامها فبتبص عليه، الشباك هبت فبتبص عليه، الباب اتفتح فبتبص عليه. تفضل طول ما هي في الصلاه عينها راحه جايه على الحاجات اللي حواليها، اللي يخبط واللي طالع واللي داخل. الالتفات في الصلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه في وجه المصلي، أو في وجه العبد، في رواية في وجه العبد، ما لم يلتفت. لما تبص يمين وشمال بطلت صلاتك. دي من الحاجات اللي تبطل الصلاة أصلا، كتر الالتفات يبطلك الصلاة أصلا. رقم 2 من الأخطاء: رفع البصر إلى السماء. فعلا في ناس كده وهي بتصلي تبص تلاقيها بترفع عينيها ووشها كده على فوق، بترفع على فوق كده، احنا نقول على السقف، لكن هي بتبقى اساسا على السماء يعني. وناس بقى بتقول وهي قايمه من الركوع تقول: سمع الله لمن حمده، ترفع ايدها وترفع راسها وترفع عينيها كل لفوق. غلط، دي من الاخطاء بتاعه الصلاه. تعالي كده اسمعي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يرفعن أبصارهن إلى السماء فلينتهين، انتهي، أو لا يخطفن الله أبصارهم. النظر يكون فين؟ محل السجود. كل صلاتك وانت نظرك ده محل السجود، وانت بتقرأي وانت بتقومي، حتى ما بتقومي سمع الله لمن حمده وبتحطي ايدك على صدرك كده، ايدك اليمين على الشمال، وتقولي ربنا ولك الحمد، برضو نظرك محل السجود. في كل وضع الصلاة النظر محل السجود، لا يتغير ابدا. فالناس اللي بترفع نظرها فوق وترفع عينها فوق كده، لا خلي بالك، ده فيها توعد ان يعني سبحان الله ممكن الملائكة تخطف بصرك اي تضعف بصرك. فالنظر هو محل السجود. رقم 3: تغميض العينين في الصلاة، منهي عنه. هو مش بيبطل الصلاة، ولكن بينقص من أجرها أو فيها كراهية. ناس كتير بتحسب ان هي لما تغمض عينيها بيكون كده فيه خشوع اكتر. لا، مش شرط خالص. الخشوع بيكون في القلب والجوارح ومش في تغميض العينين. قال العلماء: تغميض العينين هو تشبه بعبادة اليهود. لكن بقى بيوجد عندنا هنا استثناء، لان هو ما بيبطلش الصلاة. لو بيبطل الصلاة كان بقى فيه كراهية اصلا كله وفي تحريم كله، لكن هنا في استثناء لانه هو بس من باب الكراهية. لما في بعض الناس بتكون في صورة قدامها، فالصورة دي هي لفتة نظرها قوي، فبالتالي بتضطر ان هي تغمض عينها علشان ما تشوفش الصورة او الفازة او الحاجة اللي محطوطة قدامها. طب لو قلنا لها صلي بره، صلي بعيد، ابعدي عن المكان اصلا، او شيلي الحاجة دي من المكان بتاع الصلاة، تقولك ما انا ممكن اكون بصلي في مكان مش في مكاني، اما بصلي في الشغل، واما بصلي عند صحابي، عند حد من قرايبي، فانا ببقى مش حاكمه الموضوع ان انا اقول لهم شيلوا الحاجه دي، او هو ده المكان اللي قالوا لي صلي فيه، فانا ما ينفعش اقول لهم هصلي في مكان تاني. فكده بضطر ان انا اصلي في المكان ده، ولما بيبقى في حاجه لفته نظري بضطر ان انا اغمض عيني. برضو لو في السجاده بتاعت الصلاه او المصلية او الفرش ذات نفسه اللي انت بتصلي عليه، برضو بيكون كده مزخرف وفي حاجات لافتة النظر، فانت تحسي ان انت نظرك رايح جاي مع الحاجات الملونة دي، مش عارفة تخشعي، فبالتالي بتضطر ان انت تغمضي عينيكي. دي حالات كده استثنائية. طيب لو انا بقى متعودة ان انا بغمض عيني وفعلا انا بحس بخشوع اكتر، يعني في واحدة كانت بتقولي كده، بتقولي فعلا وانا بغمض عيني انا بحس بخشوع اكتر، هقولك ما تغمضهاش في طول الصلاة كلها، اعملي غمضي شوية وفتحيها شوية، غمضيها شوية مواضع تغمضي فيها ومواضع تفتحي فيها، اللي تحسي ان انت بتخشعي فيه اكيد هو في القراءة، يبقى اقرأي برضو شوية وشوية، ما تغمضيش عينيكي على طول، عشان نطلع بس من هذه الشبهة ومن هذه الكراهية.
رقم 4 من الأخطاء اللي هو العبث في الصلاة. العبث في الصلاة بقى اللي هي الحركة الكتير. في ناس كده طول ما هي واقفة بتتحرك كتير جدا لدرجة ان هي بتخيلك كل شوية كده تعدل الطرحة، ترجع الطرحة على ورا، وبعدين ممكن تجيبها على قدام شوية، بتشد الإسدال وتحاول ان هي تحط رجليها تحت الإسدال، فالإسدال يشد منها فتروح شداه تاني عشان تحط رجليها وهو يهرب منها. بعد شوية تروح منزلة الكم ده وبعدين تنزل الكم ده وراه عشان تسويهم مع بعض، وبعدين تشيل الدبوس وتحطه تاني، وبعدين تدخل شعرها عشان تتأكد ان هو ما بانش، وتربط وتفك وتهرش كل شوية كده. ايه ده يا بنتي خيلتيني. كتر العبث وكتر الحركة في الصلاة تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. انت ليكي على الأقل بس حركة أو 2 بس تظبطي. أما الطرحة بقى اللي بتتزحلق والإسدال اللي بيطلع والكم اللي بيترفع، كل الحاجات دي تظبطيها قبل ما تدخلي الصلاة أصلا. قبل ما تدخلي الصلاة اتأكدي إن ده اللبس المناسب اللي محكوم ما بيبينش شعرك، اللي محكوم على رجلك، اللي محكوم على ايديكي، مفيش حاجة تخيلك جوه الصلاة أو حاجة تفضلي إن انت تعافري علشان تظبطيها. ما تظبطيش لبس الصلاة جوه الصلاة. لبس الصلاة يتظبط امتى؟ وانت بره الصلاة. كتر العبث وكتر الحركة في الصلاة، تشدي جي وترفعي جي وتدخلي جي وتعملي جي، كل الحاجات دي خلي بالك بتبطل الصلاة. زي ما قلت لك في حاجات مكروهة وفي حاجات تبطل الصلاة، فالحركة في الصلاة والعبث في الصلاة من الحاجات اللي بتبطل الصلاة. ده مرة شفت واحدة كنا في مسجد وكانت ست كبيرة كده الله يديها الصحة، كانت قاعدة وهي بتصلي بنقول السجود خلاص. طول ما احنا بنقول السجود في المصلى خلاص، واحنا كمان كنا في المسجد، يعني تخيلي في بيتها بقى بتعمل ايه. واحنا بنقول السجود في الصلاة وهي ايديها، عشان هي اللي كانت جنبي، فايديها جنب رجلي كده وعمالة بتنظف الارض. يعني عارفة بتمسح الارض بايديها كده، بتلم مثلا فرافيت، تراب صغير، مش عارفة شعر، حاجات كده في المسجد بتاع الصلاة واحنا بنصلي. يعني اما خلصت قلت لها ليه يا امي بتعملي كده؟ قالت لي يعني قلتي متعوده بنضف كده، بس ساعات حاجات كده بتضايقني. لا هي مش عارفه هي تقول ايه، هو ده تعود، هي بقت خصله فيها ان هي كل ما تبقى قاعده تروح عامله ايديها كده تنضف الارض. في ناس كتير بتعمل كده، لا كده جوه الصلاه لا. العبث والحركه الكتير جوه الصلاه او وقت صلاه الجمعه تبطل منك الصلاه، سواء صلاه الظهر او العصر او المغرب او ايا كان، او صلاه الجمعه. خلاص الصلاة كده راحت منك، يجب ان انت تعيديها تاني. فمن باب اولى ان انت دخلتي الصلاة خلاص، ركزي ان انت مع ربنا، ركزي في ايات الجنة، في ايات النار، ركزي في السور اللي بتقرأيها، في التسابيح، في الادعية، وامسكي نفسك قوي. لو انت متعودة لسه تعدلي الطرحة وتزقي لورا وتعملي لقدام ومش عارفة ايدك تعمل ايه، احكمي نفسك قوي علشان ما تبتليش صلاتك. رقم 5 كتر التثاؤب بصوت عالي. التثاؤب بقى لما حد يتاوب يعني، بس في ناس بقى لما بتتاوب بتعمل صوت كده، عارفه الصوت العالي ده اللي بتعمله مع التثاؤب، وممكن تبقى حاطه ايدها على بقها وكل حاجه بس بتطلع صوت عالي. الصوت ده يبطل الصلاه اصلا، ما ينفعش. هو اللي يجب علينا ان احنا لما تيجي تصلي بقدر الامكان تردي التثاؤب. يعني انت جالك التتويبه دي، احنا بنقولها التتويبه او التثاؤب، لما تجيلك في الصلاه بقدر الامكان ان انت ترديها. ما قدرتيش ترديها خلاص حطي ايدك على فمك، وبعد كده اكتمي صوتك، ما تطلعيش صوت ابدا. طبعا ده من الاداب الاسلاميه ان هي رد التثاؤب ده، او تحطي ايدك وما تطلعيش صوت بره الصلاه وجوه الصلاه. ما ينفعش ان انت تعملي كده، ما ينفعش النغمه اللي انت بتعمليها دي، في ناس تعملها كده بصوت عالي كانها بتغني، كانها نغمه، كانها فرحانه. لا 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 لا، إن فيها نهي عن الموضوع ده. اكتميه بقدر الامكان ورديه بقدر الامكان. ما قدرتيش حطي ايدك على بقك، وبقدر الامكان ما تطلعيش صوت ابدا. احذري وخلي بالك، عشان دي اخطاء ممكن تبطل الصلاة معاكي او تبقى فيها كراهية للصلاة. لكن احنا ان شاء الله عايزين صلة بيننا وبين ربنا، صلاة يعني صلة بينك وبين ربنا، فعايزين نصليها صلاة صحيحة مقبولة عشان بإذن الله ربنا يكتب لنا الأجر كامل. مش نطلع من الصلاة كأننا ما صليناش وتقولي أجيني عملت اللي عليا. سبحان الله، عملتي اللي عليكي ايه يا بنتي؟ انت بتمني على ربنا ان انت عملتي اللي عليكي؟ لا، ده فرض عليك ان انت تعمليه، ده تأدية شكر ان انت تشكري ربنا على النعمة اللي ربنا عطالك كتيرة جدا. اقل شكر تشكريه ان انت اول ما تسمعي ربنا بينادي عليك يقولك الله اكبر، تقولي له جايالك يا رب، هسيب كل الدنيا وكل العبث وكل اللي انا فيه وجايالك انت يا رب، وتروحي الصلاة بخشوع. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، عليكم السكينة. وكان فعل الصحابة
لما يصلوا إذا وقف على رؤوسهم الطير لا يشعروا به. تخيلي، يعني ممكن مثلا حمامة تيجي تقف على راس واحد ما يحسش ان في حاجة واقفة على راسه اصلا. كان احدهم يصلي والجدار يقع جنبه، يقع يعني في حالة خطر وهو مش حاسس. اما يصلي يهنوه يقول له الحمد لله على السلامة، الحمد لله اللي ربنا نجاك. يقول لهم هو حصل ايه؟ انا والله ما شعرت بحاجة. ما كانوش يحسوا بحاجة، هم واقفين مع ربنا في دنيا تانية خلاص. هم عاشوا في جلال الله عز وجل. لكن احنا ربنا يهدينا ويتقبل منا ويهدينا نفسيتنا. تبص تلاقي الافكار كلها جت والحركات كلها جت واللي انت نسيه كله جت. الشيطان بيحاول ان هو يفتنا عن الصلاة. اجمدي واثبتي وادعي ربنا ان يثبتك وادخلي الصلاة بقلب جامد كده، ان انا جايالك يا رب. وحطي قدامك كده ان ربنا نصب وجهه امام وجهك. انت تقرأي الفاتحة وهو يرد عليكي، تقرأي وهو يرد عليكي، ان شاء الله كده تكون صلاتك مقبولة. نسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال.